السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، كيف الصحة؟ طمنونا عنكم. فكرة الفيديو اليوم كتير بسيطة وخفيفة، دائما بنقول لكم إنه الطابة ما كويسة، الطابة ما كويسة، أعطيني طابة شوي محمود. هاي هي الطابة اللي نتنمر عليها، اشترينا طابة ثانية ماشي حالها كويسة. اليوم رح نثبت لكم هالشيء، مقارنة بين هالطابة وهالطابة، طبعا هي الطابة الأساس جديدة وهي هيك. هاي الطابة اللي دائما نتنمر عليها، ليش نتنمر عليها؟ مبين منظر بجوز حلو على التصوير، ولكن صور لي يعني الاخ محمود كان بيستشيرني اذا يصير ممرض او لا، طلع عنده فعلا سوابق ولمسه فنيه. فهذا السبب، والسبب انه بخلي الطابه تصير رخوه وعلى الشوط تروح يمين يسار والهواء يلعب فيها شو ما كان. اما هي الطابه الكويسه هلا اللي راح نطلع اليوم بصوره كويسه، يعني زتينا هديك، بس راح نجربها كمان نختبرها مشان ما تفكروا انه عم نظلمها وعم تظلمنا، هي اكيد عم تظلمنا الكره. فراح نبلش ان شاء الله، يكون فيديو خفيف لطيف. يعطونا لايك ولا شلون؟ والله اقسم بالله عيب، يعني 100 200 مشاهده ولايك لايكين. ايش عقوبه اللي ما بيعطي لايك؟ اعطينا عقوبه. ايش رايك محمود؟ اللي ما بسوي لايك ما حدا عم بتجاوب، خلص اللي ما بسوي لايك الله يسامحه، ايش بدي احكي اكثر من هيك؟ خلونا نبلش. راح يكون الفيديو اليوم عباره عن 3 اجزاء، الجزء الاول هو اختبار بالباصات والكنترولات للطابه السيئه والطابة الجيدة اللي راح تظهر معنا اليوم بشكل حلو. الله يستر ما تكون هي الأحسن وبالأخير نتفشل. فالجزء الأول مثل ما قلنا اختبار بالباصات والكنترولات. يلا تعالوا. طبعا برحب بالشباب الطيبة، الأخ محمود نعرفكم عليه طالب بجامعة الشام، والأخ محمود طلع معنا بفيديو سابق. الأخوين غالين علينا، وإن شاء الله راح نسوي التجربة سوا، وإن شاء الله إنه تطلع النتيجة واضحة وصريحة، يعني تكون واضحة عليكم وعلينا. يلا بسم الله. يلا هاي الاخ محمود معنا هون بالركنيه، مسافه جدا بعيده، راح يعطيني باصات بالكره الكويسه، 5 باصات ضمن هاي المنطقه. سويت كنترول ضمن المنطقه وما طلعت، بقي نحسب الباص صح والكنترول صح. اذا ما عملت كنترول ضمن هاي الدائره راح ينحسب غلط. عندنا 5 باصات. يلا يلا محمود. يا سلام يا سلام، قرب عليها يا اخي. آسف والله آسف. يا سلام. يعني مو بس ضمن القوس، ما وقعتها كمان. الباص الأول نقطة للكرة. يا سلام. حلو. ما طلع. حلو. يعني الباص الثاني كمان صح. وراح أسلمه باص محمود، ممتاز. يلا محمود. يعني كويس، ممتازة ممتازة. يا سلام. هي روعة. خو محمود ممتازة، هاي ما في عليها تعليق، لا تعليق. يا سلام. حلوة. ما روعة. يلا اعطيه باص حلو لمحمود ان شاء الله يمتعنا. يلا محمود. يلا يا سلام يا سلام يا سلام انت بدك تروح على يا سلام. تيجي على اي جنب، انت بدك تفتل عليها. حلوه. ايه خوف. ما يطلع لنا نحكي ابدا، ما يطلع لنا نحكي لا على الطابة ولا على زكريا. بجوز ما بك. يلا الطابة هذيك هلا كبيناها، راح نبلش بالطابة الثانية ومن ثم نعطي التقييم مشان نعرف الفرق. يلا. طبعا الشباب راح يبلشوا بالطابة القديمة اللي هي اصل الطابة وتجي على الملعب. جاهز محمود؟ ويبلش زكريا. يطلع والله حلوة الطابة يا سيدي، لحد الآن أحلى، هو لحد الآن أحلى. يلا. انا ما راح احكي شيء مشان ما بيقولوا انه الطابة عم اوه. كويس، لحد الآن هي أحسن. على الحاوية، الطابة الجديدة على الحاوية. والله. يا سلام. يا عيني يا عيني. يا سلام يا أخي، هاي الطابة أحسن. يلا محمود. شوف الكنترول مع الشوطة، كل شيء نظامي، كل شيء نظامي. اوه هاي عطل منك زكريا. يا بس لو ظابطة. كويس محمود. يلا بس لي برا. تعال طيب، تعال هلا بعدين زتيتوها ما؟ زتيتوها. هلا خلص عنا فقرة الباصات، بس رح نعطي التقييم. نبلش من عندك محمود،
بصراحة وفي قلب صافي يعني مثل ما قلبك هو. شو؟ 10 تنتين. ايه طيب طبعا الطابة الخضراء ايوه لازم يعني شطناها طلعت لفوق الطابة الحمد ما لله كويسة. رب العالمين يعني. نعم. يعني تقييمها 1 من 10. 1 من 10. اكثر من هيك مستحيل الله تصير. اكبر. صورني محمود. ومع اللزقات اللي تروح بتنقص نص فبصير نص من 10 الصراحة يعني. نص من 10. ايه اما الكرة الجديدة ايه اعطيني أعطيني يا عبد. يسلم لي قلبه. حتى الكرة الجديدة يعني 5 من 10 تقريبا، الله اكبر. بسبب اني نحن عندنا هون ضغط هواء، الملعب عندنا مفتوح، ما في المدرجات او ما في حيطان، مشان هيك الطابات قد ما كانت يعني جيدة نوعيتها، ولكن اجباري رح تصير خفيفة بسبب اني نحن عندنا ضغط طيب هواء اذا رهيب اعتمدت يعني حالك هون. بملعب برشلونة هلا بما انه شو انا بتخيل؟ اعتبر طبعا تقل الطابة غير وزن الطابة بيلعب الهواء بيلعب دور كبير بالضغط. تمام. الاولى شو تقييم لنا؟ 1. اكثر من هيك مستحيل تصير يعني الصراحة. هي فيها 5 من 10. 5 من 10. ايه طيب او 25 لانه صار 25 درجة الصراحة. محمود الثاني تفضل. شو تقييمك؟ محمود متحيز الطابة الثانية. إيه لسه في يعني جزئين من التقييم. هلا التقييم الاول اعطونا اياه بسرعة. انا برايي بالتقييم بين هي الطابه وهديك الطابه، ايه هديك احسن. هذيك القديمة. يعني هذيك شو تحط تقييم من 10؟ هلا محمود الاخ هون بجوز اصعب التقييم شوي يعني على الطابات. يعني الطابات حريص. حبيبكم. ايه فانت شو بتعطي؟ انا بقيم الاولى الخضراء. الطابه ما الاولى كويسة. القديمه اللي ما هي كويسه، إيه. ملزوقه لزاقه جوا، ايه بقيمها يعني 7. وهي بصراحة الكويسة يعني. هي طابه كويسه الصراحه. ايه يحكي الواحد. ايه بس انا بالنسبه لي انه هديك كنوعيه لعب وهيك بتعطي اكثر، يرتاح عليها الواحد اكثر. يعني هي ممكن تعطيها 6 من 10 او هيك. ايه يعني 6. هلا بالنسبة للباصات صراحة ما بعرف، يعني ممكن تكون طابة المي كويسة احسن. انا بعطيها تقييم 7.5 من 10. هي بعطيها تقييم اذا الواحد تعود عليها شوي وكانت الاجواء مناسبة بعطيها تقييم 8 من 10. اقل من هيك صراحة حرام. فنروح الجزء الثاني من التقييم. الجزء الثاني من التقييم يا محمود بدك تشارك معنا ان شاء الله. اساس بدك تشارك معنا بالاولى بس كنت عم بتشاهد من بعيد مشان تقيم. الجزء الثاني من التقييم للكرتان هو بكل بساطه التسديد. تسديد من خط القوس مسافه محترمه، راح نشوط كل واحد 3 تسديدات. طبعا المشاهد كمان راح يقيم معنا. ايه اكيد، يعني انتم بتعطونا تقييم نهائي من 3 تقييمات هي اليوم، بتعطونا تقييم نهائي. ناخذ تقييم. يلا يا محمود هي التسديده الاولى. اوه ممتازه الاولى رائعه. يلا يا محمود تسديده الثانيه سبيب الله. محمود يفجرها ممتاز. بتوقع محمود لحد الان بيعطي تقييم للطابه 15 من 10 لحد الان. يلا يا محمود التسديده الثالثه. سمي محمود. الله ممتازه وقريبه جدا. تني شوف على لعبوا مباراة ها؟ لعبوا مباراة ونهزموا لك. يلا خوف. خالد. خالص. ترنو حلوه. بال90. خلاص مين بين عاد ماشي الناصر قرب لا تبعد. حلوة من محمود إلهي، كانت قريبة من الجول جدا. حلوة من محمود. الله عليك. التقييم للتسديد بالنسبه للكرتين. رح نبلش مع محمود اول شيء هالمره بعكس الاتجاه. يلا محمود. والله بالنسبه لي ايه رغم انه الطابه الي كمان، ايوه الطابه هي على المسافات تحس انه الطويله خفيفه يعني بالمره. ما يركزي. ايه يعني بتشوطها ما بتروح على المكان اللي بدك اياه. يعني الزبده. التقييم قصدك؟ ايه التقييم بالنسبه للتسديد ايه 4 من 10. هي وهي هي اللي هي تحصل على ايش؟ 8. 8 دبل. ممتاز. محمود تقييمك للكرتين؟ طبعا التقييم راح يكون عكس ما قيمه محمود. نعم. الطابة الخضراء يعني 2 من 10 بسبب ان هي خفيفة كتير حلو. وضغط الهواء عم يحركها يمين يسار. نعم.
اما الطابة الجديدة فتقييمها طبعا 6 من 10 راح يكون افضل، بسبب اني هي وزنها اعلى، فطبعا الوزن اكبر هو راح يكون اثبت من ناحية اذا كان في ضغط هواء كبير. ف 7 من 10 7 من 10 احسن. طبعا محمود الاخ محمود بيقيم الطابه الجديده 6 من 10، بقل التقييم. ممكن انه بيعتمد على هي الطابه اللي بتكون جديده، بتكون اركز على الهواء، حتى اذا في شويه هواء ما بتاثر. فهالتقييم انا بالنسبه لي التقييم ما بعرف، لسه ما تعودنا على الكرتين، بس اكيد هذيك 7 من 10 بعطيه تقييم. ايه 7 من 10 والثانيه 4 من 10، خاصه اذا مباريات ما بيمشي حاله. خلص علينا شريك، صور لي شريك 100 لايك، طرش 100 لايك خلاص. خلاص شريك نور والله على راسي، شارك معنا. يلا هلا رح نروح الجزء الاخير والشريك بشارك معنا، هو اللمسات والمهارات، يعني بالنسبه للترقيص وهالامور. يلا لحد الان بما انه نحن كتار ما بين معنا الشيء بشكل واضح، هلا رح اسوي الشيء كالاتي: راح ارقص بالكره الثانيه او ادقدق، يعني شلون بتحبوا اشرح لكم اياها. ادقدق بالكره الاولى وادقدق بالكره الثانيه على قدمي لنشوف هون. راح احاول اجمع اكبر عدد من الترقيصات بالمره الواحده، وهي اللي راح تفوز. يلا شوف. بسم الله. 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64. 64 يعطيك. وهي الطابة الثانية نبلش. هذيك 64 مرة كأول محاولة، تمام؟ راح نشوف هي. يلا جاهز؟ جا تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. 60. هاي 60 وهذيك 64. طبعا هي من محاولة أولى وما بدنا نكتر المحاولات، خلص هيك تبين. ففعلا هذيك بالمهارات وباللمسات طبعا هذيك أفضل. هذا كان شيء لفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. شو رأيك أنت بالطابات يا عبد الناصر؟ أنا هي كانت أفضل يعني الجديدة ولا القديمة؟ هي الأفضل كانت. الأفضل صح؟ خاصة بالتسديد، فعلا صراحة بين الفرق بالتسديد، هذيك أريح وأفضل. وبالنسبة للحراس يعني هلا هي القديمة بتروح خفيفة جدا مهما كانت قوة تسديدتك ورجلك قوية، ولكن هذيك فعلا أفضل بالتسديد، فبتربح معنا الطابة هذيك. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.